المنتخبين، وين تشوفون المنتخب العراقي في أي مركز، وين تشوفون المنتخب الفلسطيني في أي مركز؟ خالد سلمان. بالنسبة لي المنتخب العراقي راح يكون على المركز الرابع، راح يطلع يذهب بهذا المستوى الموجود الآن اللي لعبه. ليش يشوفون؟ والله أحبكم يا نشأة، لكن الصراحة المستوى الفني اللي قاعد يدار بالنسبة للعراق عن طريق المدرب كازاس، يعني الصراحة ما يبشر شيء مش معقول. خالد، تجي لمباراة وتجي المباراة اللي بعدها 7 لعيبة يتم تغييرهم في أرض الملعب، عندك مفاتيح لعب في أرض الملعب، تستبدل في الشوط الثاني الموجود، تخرج من عندك أنت طريقة لعبك تلعب على الأطراف، وكراتك دائما في البوكس. الوحيد اللي يجيد لك بالرأس ممكن يخلصك أي فرصة منهم اللي هو أيمن، سحبته من المباراة. بالنسبة لك مصاب في الدقيقة 82. ما مصاب، لا هو قال في المؤتمر الصحفي لو انصاب كان ما حكى انه انا تبدلت اصابه، كان حكى تبدلت اصابه. لا يا شباب هو تعرض لكدمه خالد. بس عفوا، انا مش من عندي تصريح كاساس قال تغيير ايمن حسين اضطراري في الدقيقه 82 لاصابته، هذا كلام المدرب الفريق نفسه. مش اذا هو اصابه اوكي، اي قرار. بس اللاعب نفسه ما قال. بس اللاعب في المقابله ما قال. سمعنا احنا في المقابله على العموم قال التبديلات سبب في الخساره. صحيح. ودائما ما نتكلم بالاخطاء الفنيه الموجوده بالنسبه للمدرب في دراسه العراق بالامكانيات الموجوده عنده كلعيبه بهذه النوعيه، يجب ان يكون يعني لا بصمه في ارض الملعب لما ينزل. كل لاعب ما يبين في الملعب بمجهوداته الفرديه، يعني مش باللعب الجماعي الموجود كعمل تكتيكي في ارض الملعب. لهذا الاساس احنا ننتقد الصراحه منتخب العراق محسود على النجوم الموجوده عند خالد. يفترض الوضع الفني يكون ماله افضل بكثير من الوضع اللي هو عليه. نتمنى ان شاء الله منتخب العراق يكون افضل في المراحل القادمه، بس انا اتوقع في الرابع راح يكون. احمد سعيد، لحظه شوي. فلسطين وين بيروح؟ انت قلت في العراق بيروح الرابع. اي ما انا وزعت لك. فلسطين. الاول كوريا، الثاني الاردن، الثالث بيكون السعوديه، الرابع العراق، فلسطين بيكون السعوديه مش فيها المجموعه. عمان العراق على السعوديه انا. انت ليش لفيت لي الصفحه يا اخي؟ دعته يا اخي. انا لف الصفحه انا اسف. على العموم كوريا عمان العراق كلهم ضدك. لا انا ادار بالموضوع. لا وهناك كوريا اول، ثاني جوردن، ثالث عمان، الرابع العراق. صحيح. هذه اللي انا. احمد سعيد، هاي كلامك صح. انا اشوف كوريا، العراق، جوردن، عمان. ما زلت مصر عند رايي العراق. الله يسمع منك ابو سعيد. خال الولد. شو يقول محمد سوينا؟ خالد، أنا بس بروح إلى جزئية ذكرها نشأة حقيقة ودائما يكررها، حالة دائما الأخطاء المدرب وتبريراته من خلال المؤتمرات الصحفية والتبديلات المستمرة في العناصر. أنا أشوف أنه دائما اللاعب يترجم عمل، إذا هذا المدرب يتعامل بهذا الأسلوب فأنا أشوف حقيقة المخرجات حتكون سلبية، والضحية هو المنتخب العراقي. نتفق كلنا أن المنتخب العراقي عنده لاعبين، عنده أدوات جدا مميزة وعندها قدرة على عمل يعني جانب إضافي، لكن واضح أنه حتى اللاعب ما يملك القدرة على اتخاذ القرار داخل الملعب، فبالتالي هناك سيطرة كاملة من المدرب على اللاعبين حتى في اختياراتهم، يعيشهم في حالة ذهنية وشرود مما أثر وانعكس على اللاعبين بشكل كبير جدا. هذه المخرجات أعطتني حقيقة رأي بالنسبة للمنتخب العراقي لن يكون هناك أفضل مما كان. هذا حاله وهذه تخبطاته. كنت أقول وراهن عليه أنه لا يمكن أن يخسر يعني على الأقل ويحضر بشكل سيء في لقائين متتالية، لكن الوضع حقيقة والكلام اللي يقوله نشأت وهو من أهل الدار وأقرب للمشهد بشكل كبير جدا. أنا أشوف العراقي خالد يعني موجود في مكان لا يمكن أن يخرج منه بحكم الأزمات والمشاكل اللي موجودة. عطني توقعاتك، وين بيكون العراق وين بيكون فلسطين؟ خالد، أنا أشوف كوريا الجنوبية والأردن هم الأفضل. العراق في أي مركز محمد؟ أنا أشوف الرابع. فلسطين في الأخير. أحمد سعيد قلت أنت؟ أنا قلت نشأت. أنا أشوف العراق الثاني. أنت تشوف العراق الثاني؟ نشأت. إن شاء الله عندنا تقريبا 70 يوم، إذا تغير المدرب بننافس على الأول. نافس على؟ نغلب كوريا ونغلب الأردن.
اذا تغير المدرب، اذا بقى المدرب صعب. فلسطين يبقى فلسطين نفس المكان. عبد العزيز الشراف. خالد كوريا طبعا بيكون الاول، الاردن اتوقع راح يتحسن وضعه بيكون الثاني، العراق هم كذلك بيكون هو الثالث، وبينه وبين عمان هم يعني الاقرب للثالث، وتحت فلسطين والكويت بيتمون على نفس وضعهم هم. احمد الرواس. والله خالد العراق شوف جاته فرصه ما استغلها، مباراه الكويت على ارضه مع فلسطين بالنسبه للمستوى الكويت وفلسطين اقل من مستويات الفرق الاخرى، فبسبب المدرب حتى اذا بقى معهم مدرب ما في هويه ولا شخصيه للفريق. اعتقد مثل ما ذكروا الاشخاص، لا تنسى خالد الاردن عنده مدرب محترم متمكن تكتيكيا، وكل مباراه يلعبها بخطه معينه وفي استقرار في تشكيله واضح، وكل واحد يقدر يقول لك الاردن ايش بيلعب، وحتى التشكيل رسم تشكيلي في الملعب مبين فريق الاردن. بالنسبه لفلسطين اعتقد فلسطين مثل ما ذكر اخي انه خارج نطاق ارضه، صعب كل مباراه برا عرضك لا جمهور، مع انه عنده لاعبين محترفين من افضل الفرق، عنده لاعبين كثير في اوروبا، بس ما ساعدهم. تخيل لو بيلعب في ارضه، يعني الفريق الوحيد اللي يقدر يتعادل مع كوريا مرتين، فاول ما تساعد اعتقد بيكون مكانه باقي نفسه. صعب انك ترجع اخر الدور اذا ما من البدايه ما حسمت الامور، صعب. فاشوف العراق الرابع وفلسطين طلع خارج الحسبه. خالد فضلي. انا قلت لك رايي خالد، اعتقد المنتخب العراقي بين الثالث والرابع، ومنتخب فلسطين بين الخامس والسادس على مباراه تمام. مصعب. اول شيء كوريا، بعدين الاردن، العراق تتعادل مع الاردن، تخسر من كوريا بصفهم الثالث، احنا بنفوز على عمان، بنفوز على الكويت، بناخذ الرابع، عمان الخامس، الكويت السادس. عثمان. يعني باعتقادي من الصعوبة بمكان انه فلسطين يدخل الملحق، يعني شوي صعبة شوي، انا باعتقادي تفوز 3 انتصارات شوي صعبة. طبعا اخر البطولة شوي تكون الامور اصعب. المنتخب العراقي انا حكيت عن المنتخب العماني نفس الشيء، ثالث رابع باعتقادي، بين عمان والعراق ثالث رابع.